بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. حب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني أخيك مش المقصود إن هو ابن أم وأبويا. أخيك يعني أي حد، ابن أمك وأبوك وابن عمك وابن خالك وجارك، أهو كلنا إخوة في الإسلام. طيب، إيه اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ هو حب النفس والطمع، الأنانية، الاتنين زي بعض. ما هو فلان بيقول لي حب نفسك يا عم، أنا عملت أكتر من كده غير إني باكل وبشرب وبلبس وبتمتع لوحدك؟ ما أنا بحب نفسي. لا، دي أنانية. حب النفس اللي أنت عاوزه أكيد بيتوزع على الآخرين. يعني لما أكون عاوز شيء ورغبان فيه، يبقى أنا مقتنع وحابب وفاهم وعارف إن غيري بيحب اللي أنا بحبه. طب واللي أنا بكرهه ما أقبلوش على غيري، لأن غيري برضو إنسان وليه حق وعنده حق ليا وعليا. طيب، أنا دلوقتي حابب إن آكل. طب هو كلنا بناكل زي بعضنا؟ أو كلنا بناكل أكل بمقدار حجم بعضنا؟ لا طبعا، أكيد. ده هنا في بعض من الأنانية، إن أنا آخد حقي وحق غيري وحق اللي معايا، بحكم إن أنا اللي ليا السيطرة على كده، أو إن أنا المتحكم، أو إن أنا الأب، أو إن أنا الأم، فأنا ليا القيادة، فأنا ليا السيطرة، ليا التحكم. لا طبعا. حب النفس تواضع، اشتياق، محبة، أخذ وعطاء، شورى ومشورة، سؤال وإجابة، أتكلم مع اللي قدامي. ما هو ده حب النفس. لما الإنسان بيحب نفسه بيبقى عنده رحمة في قلبه، بيبقى عنده تخاطب وتخاطر مع اللي قدامه، بيفهم هو بيقول إيه، بيديله فرصة للحوار وللنقاش. الطمع والأنانية ما بيقفوش عند حد معين، مش من أكل وشرب بس، ولا لبس ولا علاقات، بيبقى على كافة الأصعدة. حتى لو في الحوار سيطر عليك، تقول رأيك يهمشه، تتكلم معاه كلمة حلوة يضللها، تقول كلمة حق ما يعتنيش بيها، تديله اهتمام يديك إهمال. هو ده إيه؟ بيبقى طمع. مش شايف إلا إن أنا الوحيد اللي عندي كل حاجة في الدنيا، واللي قدامي ده لا يملك أي حاجة. فهنا الإنسان لازم يعرف هو بيحب نفسه ولا أناني وطماع. دمتم بخير.